اتفضلي يا فاطمه. قولي يا فاطمه. وعليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. وعلى كل اللي بتقوله لنا. الله يسترك يا فندم. وانما انا عندي مشكله كده، ليه خليك اسمعها لي للاخر. قوي. انا اخويا ومرات اخويا يعني ما فيش توافق اجتماعي بينهم بعض قوي، بس عايشين ومخلفين بنت وكده، بقى لهم 17 سنه متجوزين. هي دلوقتي سابت البيت، خلته بره من يومين او من 3 ايام كده، سابت البيت راحت عند اهلها. هو حاليا بيقول حتى لو رجعت انا عارف هي انا عارف هي فين. عارف ايه؟ ازاي يعني؟ عارف ايه؟ احنا عمالين نقول له لا، يعني لو رجعت خلاص كفى المؤمنين شر القتال واقبلها وخلاص. لا بص، والنبي قوليها وكفى الله المؤمنين القتال عشان خاطري ابوس ايدك. قوليها يبقى كسبنا، وربنا راضي علينا لما نصحح ايه ما فيهاش كلمه شر في سوره الاحزاب. وكفى الله المؤمنين القتال. معلش انا اسف. لا ما يجراش حاجه، لا قوليها ورايا، سيبك من اخوك يطلعها الصبح ويجيب غيرها، بس يبقى القران قرانا. ايوه قولي وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال. ايوه شاطره كده. قولي بقى. أيوة. يعني انتوا بتحننوا قلبه عليها لما ترجع بالسلامه؟ بس هو بيقول وانا كنت مشيتها. يعني هو مش عايزها؟ ما اعرفش، بيقول اقبلها وانا كنت مشيتها، وطبعا بنت. ايوه يعني هو عايز ايه وانتوا بتقولوا له لما تيجي خليك كويس معاه؟ نعم. مش انت دلوقتي سمعتيني وقلتي لي انكم قلتوا لاخوكوا لما مراته تيجي يبقى خلاص بقى وينسى ويعيش كويس؟ امال هو عايز ايه؟ يقطعها بالحته ولا يطلقها ولا مش عايزها تيجي نيفر 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 وتناها عند امها لغايه لما يصلوا عليها وتدفن وتروح الجنه يا رب؟ هو اخوك عايز ايه؟ بيقول زي مشيت تخليها مكان ما راحت بقى. خليها مكان ما راح. والبنتين؟ نعم. والبنتين يقعدوا مع مين؟ مع ابوه. مع ابوهم؟ واحده. يقعدوا مع ابوهم؟ البنت تقعد مع ابوها؟ وما تقولوش بالليل ماما فين؟ ماما وحشتني؟ ما اعرفش. وجه لهم رساله بقى هما الاثنين. هوجه. حاضر على كتر خيرك يا فاطمه. انا هوجه رساله للي تركت البيت ومشيت، واقول لها البيت ده نعمه كبيره جدا، وربنا قال ولا يخرجن من بيوتهن. يا حبيبتي الخروج من البيت خروج الروح اهون منه. فالخروج من البيت لأدنى ملابسة أو لأقل حاجة ده منتهى العنف. منتهى العنف إنك تلاقي زوجة، وبالذات لما يكون معاها إعدادية زي حالاتي، وتقول لك إيه أنا عايز أمشي. أنا بصراحة كنت عايز أمشي المرة اللي فاتت لما أنت كحيت في وشي. أنا كنت أمشي المرة اللي فاتت أنا حسيت كده باكتئاب. أنا كنت عايز أمشي علشان خاطر أنا لقيتك بتكلم سوسو بوسو. أنا الحقيقة كنت عايز أمشي لما لقيتك كده تقريبا مش طايقني. كل ده هبل ودجل ومعاصي على فكرة. مهما اتعمل لا يترك البيت ابدا. يترك البيت لما نتفق ان حياتنا مش نافعه ويلا بينا طلوقه لام قاف تشان تي اي او ان طلقيشن، وبعدين تقعدي برضو فتره العده في بيت الزوجيه. لو حب يراجعك تفكروا ان ظن ان يقيم حدود الله. ما لكن كله وري كده من البيت، دي مصيبه وكارثه والله العظيم. والله هي كده عشان تتعدل نبقى عارفين ان البيت ده خروج منه لفسحه لقضاء حاجه لحج لعمره لزياره عيان لصله رحم لكن البيت لا يترك لمجرد خلافه. احنا عندنا عشرات السنين كلاكيع اللي هو ايه اروح لبابا بالبابا اللي يقع وامثال بقى اللي يرموه اخواتي في الزباله يكفيني. طب وانت ترضي تاكلي من الزباله يا هبله؟ انت معززه مكرمه وانت صاحبه البيت وجايه هنا بكلمه ربنا مش بكلمه حد. ما حدش مضايفك، والراجل ده جوزك وراضي عنك. كل الثقافات بتاعت المشلشلات الله يحرقها معاصي، وما ينفعش ابدا الكلام ده. ما انتوا شايفين طول ال 24 ساعه المسلسل والسكريبت والسيناريو مكتوب. خبطت الباب وراها وخرجت راحت عند مامتها ونزلت خدت تاكسي وقعدوا تابعوا المسلسلات. حوار حصل بينها وبين جوزها في المسلسلات. المشهد الثاني تاكسي في عينك ياخدك على نقاله. تاكسي بيتك ده ما يتسابش ابدا. وبعدين تيجي بقى الواحده تقود واحد زي حالاتي انا قلبه وجعه وتعباه وتحكي له بقى انا كنت سايبه البيت وبعدين دريت من البوابه ومن الجيران انه النسوان بيجوا له. وما هو لازم يجوا نسوان، امال هيجوا له رجاله؟ وممكن يجوا له رجاله لو كان شاذ. ما انت سبتي له العشه يا ام عشه. انت سايبه العشه هنيه وعلى فرشتك. هو انت كنت صنت فرشتك؟
ما انت سيبتها ورحتي عند ماما، وانتوا غاويين ماما قوي كده، ما بلاش جواز واقعدوا عند ماما، يجرى ايه؟ خليكم مسلمين محترمين. انا مش قادر استغنى عن ماما، خليني مع ماما. ماما وحشتني، خليني مع ماما. يا ماما اتجوز ازاي وانت هتوحشيني؟ اخرب على الدنيا واقول للراجل كل شويه رايح عن ماما ماما ماما، تحرقك او تتحرقوا انتوا الاثنين. يا ثقافه غلط. بيت وتد اتزرعت فيه واحده عشان تزرع حياه جديده، مش معناها انها ما تعبرش ماما، هتروح تشوف ماما. ولكن اقول لكم معلومه تحش الوسط. من اول السيره بتاع خير خلق الله وزيد بن حارثه، نموذجين وكفايه نموذج النبي عليه الصلاه والسلام. الست امنه بنت وهب اللي هي ام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كانت ريحه تزور اهلها بني النجار، اخوال النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، وهي ساكنه في مكه، ارمله عبد الله بن عبد المطلب. فواخده محمد خير خلق الله الطفل الصغير عشان تزور اهلها. اقرا الجمله اللي جايه دي، افتح لها القوس: وكانت تزور اهلها في كل عام. وزيد بن حارثه اللي النبي تبناه، ولما ربنا حرم التبني رجع تاني زيد بن حارثه، كان رايح مع مامته يزور خواله الزياره السنويه. الكلام ده لمين؟ لا اله الا الله يا رب. كل سنه روحي لامك اقعدي يومين او اقعدي ساعتين. بلاش، الدنيا بقت سهله وانت عايزه تسحيم الشوارع وتساهمي في مصر، مش عايزاها تفرح، انت عايزاها تحزن اكتر ما هي حزنانه. اتنططت عندهم كل يوم. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ارجعي يا بت وضم بنتك لحضنك وخدي جوزك في حضنك وقولوا انا اسفه وحقك عليا، وشفت في الموعظه الحسنه ان ترك البيت جريمه. ده ربنا قال اللي عملت فحشه ولا عملت جريمه تخرج من البيت يقام عليها الحد وترجع تاني. انت خارجه يقام عليك الحد. ياما بيوت بتتهدم، وياما ناس سمعاني دلوقتي وبتتحسر، وياما ناس سمعاني وعماله تنص ليمون، وياما ناس سمعاني وعماله تدعي لي وتقول ايوه قول. في شباب ورجاله كبار وصغيرين اتجوزوا البنت من هنا بعد ماما 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 ماما. في ايه؟ البيت ده لازم تتعلمي انه نعمه، وتعلميه العيال المطيورين اللي عايزين يفروا منه دول. العيال الصغيرين كل دقيقه اخرج كانه خارج للجنه. طلعت روحك يا بعيد وتروح الجنه انت وامك. اقعد اثبت. البيت ده تدخل فيه حمام وتستحمى وتمارس فيه براحتك وتخفف من هدومك وتجمله، ولازم يبقى جميل عشان تمكث فيه وتقعد فيه وتحبه. خروجه هبل. كل ده كده عشان تتعدل لازم البيت يتعمر. ده صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب 27 درجة. ليه؟ في من الأسباب، أنا كاتب فيها كتاب لوحدها. من الأسباب عمارة بيت الله، أي زاوية أي بيت من غير ميكروفون بس، الله يخلي أهلك. ماشي كده ميكروفون بزبالة وقاذورة وقلبة للأوضاع. يا خبر اسود، شبر وميكروفون، شبر وميكروفون، شهوة أصوات. الواد بيقيم الصلاه في الميكروفون، انا حلفت 3 قلب العظيم لو ما كانش معاه ميكروفون كان اقامها بصوت احلى من كده وبسرعه. انما ده هو عايز يمسك الميكروفون ايه؟ الله اكبر الله اكبر. عارف لو معهوش ميكروفون كان عامل ازاي؟ الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله أكبر لا إله إلا الله. ما تعمل دي في الميكروفون إذا كنت مصر تقيم الصلاة في الميكروفون. إنما الميكروفون موجود يبقى لازم إيه؟ يحسن صوته الوحش. هو مش هيتحسن، ده هيزيد الجعيرة. أشهد أن لا إله، حرام عليكم. وكل الشبرين بالطريقة دي ده أذى، بتكرهوا الناس الصلاة. صوتكم وحش. دوروا يا جماعة قرشين 3 كل حي يجيب له واد كروان متدرب على مخارج الحروف ويقول ما يأذيش الخلق. كله بجعجع كله كده طين قطران باسم الدين بقى، وبنقيم الصلاه وبنعمل مش عارف ايه. صلاه في الميكروفون يك وزفت وقطران، وما ينفعش الصلاه في الميكروفون ابدا باي حال من الاحوال. الاذان قلنا لا يعلي عشان يسمع الخلق ان الوقت دخل. الاقامه في الميكروفون ليه؟ ما اللي حاضرين في الجامع 3. ماشي. ادي جت سيره الميكروفون عكننت عليا وقلبت عليا المواجع لانها منتهى العنف. ضمي لا هبه، هناخد هبه. منال، قولي يا منال. السلام عليكم. والسلام يا منال.
حضرتك انا بسأل عن فوائد البريد. ممكن انا اسالك سؤال بس هجاوبك عليها في ثانيه. اتفضل. انت بتحبي تخرجي متجوزه الاول؟ الحمد لله. وبتروحي لماما؟ الحمد لله. كل قد ايه؟ تقريبا كل يوم. شايفه ايدي؟ شايفاها؟ بشوف ماما كل يوم. لا شايفه ايدي انا عاملها ازاي؟ عاملها مقلوبه. طب تيجي نعدلها؟ الحمد لله. وتروحي لماما كل شهر مره؟ هي ست مريضه وانا لا خلاص بس ثاني بقى. مريضه دخلنا اهو، ما هو الدين معانا، الدين معانا في كل الحالات. ست مريضه يبقى انت مش رايحه لماما، انت رايحه تعملي واجب. امال مين يروح لها ومين يخدمها وجوزك يصبر وياخد اجره؟ انما لما ماما تبقى زي العفريته وبتقزقز 5 كيلو تربس في اليوم، تروحي تقزقزي معاها ويجي الراجل يلاقي البيت خرابه والحرامي ينط يسرقنا. صح. والعيال ما تحسش بالانتماء للبيت. انا ما عنديش اولاد الحمد لله. لا ده انا بقول لغيرك يا منال. فوائد البنوك يا حبيبتي، قصدي البريد والبنوك، ما دام ليها نظام الافتاء والازهر ودار الافتاء المصريه لا شيء فيها ابدا، وتاخدي الفايده بتاعه البريد. ربنا يكتر فلوسك ويكتر فوائدها، مش حرام يا منال. عبد الله، قول يا عبد الله. يلا يا عبد الله. الو الو. امل حياتي، قولي يا امل. ايوه السلام عليكم. يلا يا امل، متجوزه يا امل؟ ايوه الحمد لله. بتروحي لماما؟ لا ماما متوفيه. الله يرحمها، اقسم بالله كان على بالي مع اني ما اعرفش حضرتك، ويشرفني ان اعرفك. الله يخليك. بتروحي لاخواتك؟ المهم بقول لحضرتك. لا قبل ما تقولي لي يعني. نعم. يعني انت برضو زي السواد الاعظم اللي هو عايز يفر من البيت باي طريقه؟ لا عشان البيت خانقه. مش كده طبعا. هل يا ست امل حضرتك شايفه البيت خانقه؟ لا طبعا. الله يكرمك يا رب. اساليني بقى. طب بقول لحضرتك ماما